أهلا بيكم معانا مرة تانية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع ضرب الأطفال. في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مهم جدا وحيوي بالذات في المرحلة الحالية اللي بتعيشها مصر. موضوع تعرض الأطفال للعنف، سواء حاجة بالمشاهدة مثلا بالنسبة للأحداث السياسية اللي بتمر بيها البلد، أو تعرضهم للعنف هم نفسهم مثلا في البيت أو في المدرسة أو في الشارع. طيب، نبدأ ونتكلم في إيه الأعراض اللي بيبينها الطفل لما بيكون هو تعرض للعنف. طبعا الأعراض نفسها بتختلف حسب سن الطفل. عامة الطفل الأقل من سنتين ممكن هو ما يتفهمش العنف كعنف، ما يبقاش فاهم هو إيه بالظبط، بس هو طبعا بيحس بالتغييرات في الناس اللي حواليه. يعني لو والدته مثلا بقت هي نفسها قلقانة، ممكن الطفل يحس بالقلق. الطفل بعد سنتين بيبدأ هو نفسه يفهم العنف ويبقى ليه تفهم أكبر لموضوع الخطر المحيط بيه، أو الأخطار اللي ممكن تمسه هو شخصيا. بتلاقي في السن ده إن الطفل اللي تعرض للعنف بيبدأ يحصل معاه تأخر في النمو أو التطور، بمعنى إن مثلا الطفل كان آم، يعني مثلا بيعرف يروح الحمام لوحده، ففجأة بقى مثلا رجع يعمل على نفسه تاني. أو الطفل مثلا رجع يحط صبعه في بقه، بيرجع لسلوكيات أطفال أقل منه في السن. جميل. وتلاقي الطفل برضو بقى لازق أكتر مثلا في مامته، مش عايز يخرج، مش عايز يروح في أي حتة، عايز يفضل مثلا جنب مامته. بتلاقي ساعات في تغييرات في الأكل أو في تنظيم النوم مثلا مع الطفل. الطفل الأكبر من كده شوية مثلا من 6 مثلا 12 سنة، بتشوف برضو تغيرات في الطفل ده لو تعرض للعنف. بتشوف مثلا ساعات ان هو مش راضي يروح المدرسة، بتشوف مثلا ان هو متوتر، قلق، مش قادر يركز. وساعات بتشوف ظاهرة من العنف نفسه في الطفل. زي ما قلنا برضو في الحلقة اللي فاتت، الطفل لما بيتعرض للعنف بيبقى هو نفسه برضو بيبقى عنيف اكتر مع الناس اللي حواليه، سواء في البيت او في المدرسة. نقول بقى بالنسبة للمراهقين السن أكبر، نقول مثلا من 12 وطالع، بيكون تقريبا الأعراض شبيهة شوية بالأعراض الكبار. لما بيتعرضوا للعنف بيبينوها. ساعات بيجي لهم كوابيس، يشوفوا أحلام بالعنف اللي شافوه أو تعرضوا ليه. ساعات تلاقي الطفل أو المراهق بمعنى أصح في السن ده مش عايز يتكلم، قافل على نفسه خالص، مش عايز يعبر عن إيه اللي بيدور جواه. جميل. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن موضوع الأعراض اللي الأطفال اللي تعرضوا للعنف بيبينوها. عايزين نتكلم شوية عن ازاي نتعامل مع الطفل اللي تعرض للعنف. نقول كده كام فكرة مهمين. أول حاجة، ودي يمكن تكون بديهية بس مهمة جدا، إنك تدي للطفل فرصة يعبر عن شعوره. وشعوره ده ممكن يبقى فيه مزيج من الغضب، مزيج من الحزن، مزيج من التوتر. اديله فرصة يتكلم أو يعبر عنه عن طريق رسمة، أو عن طريق مقطع موسيقي مثلا هو بيعمله. ادي الطفل برضو فرصة انه يسأل أسئلة، بالذات الأطفال الصغيرين ممكن ما يبقاش فاهم بابا ليه بيحصل كده. ممكن تحاول تشرح له بصورة مبسطة، طبعا من غير تفاصيل كتيرة، ايه اللي بيحصل. ممكن برضو تحاول تبرز لابنك أو بنتك بعض الصور الإيجابية اللي حتى موجودة في مشاهد العنف. يعني ايه، هو في صور إيجابية في مشاهد العنف؟ طبعا في. عندك مثلا لما بيحصل حادث معين او انفجار او اي عمل فيه عنف، بتلاقي ناس بيروحوا يساعدوا، في ناس بتروح تتبرع بالدم، في ناس بتروح تنقذ المصابين. ممكن انت تبرز الموضوع ده لطفلك وتخليه يعني يلتفت، لان حتى في العنف بيبقى فيه مشاهد ممكن تكون إيجابية. جميل. عايز برضو بالذات مع الطفل الصغير، بالذات الطفل الأقل من 6 سنين، تحاول ما تخليهوش يتعرض لمشاهد العنف حتى كمشاهد. يعني مش لازم مثلا تتفرج على النشرة قدام طفلك اللي هو في السن الصغير ده. الحاجة الأخيرة ان انت برضو ممكن تخلي طفلك يحاول يساعد ازاي. ممكن يبعت مثلا رسالة، يزور حد مريض في المستشفى. الموضوع ده برضو بيساعد الأطفال لما بيتعرضوا للعنف، لأنهم بيحسوا أنهم ممكن يكونوا إيجابيين ويساهموا في الحل، بدل ما يكونوا بس يعني جزء من المشهد، أنهم يشوفوا المشكلة ويحسوا بالعجز أنهم مش قادرين يعملوا حاجة. يبقى احنا في الحلقة دي تعرضنا للحاجات الأعراض الأطفال بيبينوها لما بيتعرضوا للعنف، سواء كمشاهد أو بيتعرضوا للعنف بنفسهم، وإزاي ممكن نساعدهم في الموضوع ده.
شكرا ليكم جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية سلسلة حلقاتنا عن تربية الأطفال. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات تانية في المستقبل. شكرا.